قصتنا بتبدأ في عصر الجليد وانسجاب سكريت واخد البندق بتاعه ويحاول يخبيها في التلج. فالتلج بيتشق نصين ويقع ويخرج منه بعجوبة، وبعد كده بيمشي. بتظهر كل الحيوانات اللي بتحاول تهاجر للأماكن الدافية عشان ما يجيش البرد الشديد، ويظهر الماموس ماني بيمشي فيحذروه الحيوانات عشان ما يدوسش عليهم، وهم أصلا صغيرين، هو قد الفيل، هو فيل أصلا. ويظهر سيدي الكسلان بيصحى بيلاقي إن عيلته مشيت وسابته، بيحاول يلحقهم لكن بيفشل وبيتوه وبيدوس على قلوط بتاع حيوانات. يوصل عند اتنين وحيد قرن بياكله، فيمسح القلوط بتاعه اللي في رجله في الأكل بتاعهم وبيتضايقوا ويجري وراه عشان يضربوه. بيخبط في ماني يقوله ساعدني، يقوله ساعدني من دول عايزين يضربونه. بيقول لهم هو عمل ايه، يقولوا له ان هو مسح قلوطه باكلنا وملكش دعوه بينا. فبيقربوا عند سيد نحهم ماني ويزقوهم ويجروا. سيد بيقرر يمشي ورا ماني رغم ان ماني مش بيحب حد يمشي معاه، ويقعد يرغي معاه. وفي نفس الوقت بيظهر نمر السيف اللي اسمه ديجو، بيتحايل على القطيع بتاعه انه يمسك طفل صغير عشان ياكل القطيع. فبيقوله لو تقدر يقدر. فيروح هو والقطيع يهجموا عليهم، والناس بتلوم على النمور التانية. ويدخل ديجو الخيمة بيلاقي مراته ماسكة ابنها، فتجري وديجو بيجري وراها. تقع الست في المية وما يلاقاش. وبعد كده لسه ماني وسيد ماشيين وعمال يصدقوا بحكاويه، ويشوفوا الست مرمية في النهر ماسكة ابنها. بيقربوا عندها بتشوفهم تديلهم ابنها وتختفي. فياخد سيد يقول له هنربيه، يقول له ماني ماليش دعوة. وبيقرر سيد انه يتولى مسؤوليته. فيمشي ويتشعلق في الجبل عشان يمشي. الواد يتزفلت من تحت اللبس ويقع يلحقوا ماني يمسكوا على ظلمته. يظهر ديجو عايز ياخده، يقول لهم ده يخصنا احنا يخصنا احنا. فيتكلم معاهم ويضحك عليهم. يجوا ويقول لهم انا هنضم معاكم عشان نساعد الواد ده، هو نيته اصلا عشان ياكله. وسيد وماني بيبداوا رحلتهم يدوروا عن عيلة الطفل ده، وديجو بينضم ليهم عشان ياخد الطفل القطيع بتاعه. في اللحظة مناسبة وهما ماشيين الواد بيعيط. يقول لديجو ايه اللي زعج ده، هو بيعيط ليه؟ يمسكوا سيد يحكوا في جذع الشجرة. يقول لهم واضح انه عمل قلوط في اللباس. فيقولوا مان يشوفوا يعملوا اي حاجة يغيروا سيدي اللباس بتاعه، وبرضه بيعيط. يحاولوا يضحكوه ولسه عمال يعيط. يلاقوا ماني بطيخة مرمية، يروح ياخدها. يلاقي الطائر الدودو واخدها وراح عند اهله. يبصوا يلاقوا الفريق مجموعة من الدودو اللي بيحاولوا يحتفظوا باخر بطيخة عندهم. فبيروح ماني يقول لهم احنا لقينا البطيخة دي. يقولوا الطيور ملناش دعوة. فيدخلوا خناقة معاهم، وسيد بيدخل في معركة معاهم ويمسك منهم البطيخة. فيشوف الطفل نفسه في البطيخة. يعيش سيد في الدور ويجي عشان يديهاله وياكلها للطفل. فبيرتاحوا الفريق في حتة هادية ويناموا. لكن سيد بيفضل يفرك وينام. يقول له ماني ما بطل فرق بقى. ويناموا كلهم. ويصحى ديجو يقرب عند الطفل عشان ياخدوا ماني، ويفضل يهز بزلمته. وبيجي صحاب ديجو يقول له ايه يا عم احنا عايزين ناكله بقى. يقول لهم لسه بدري، لما نقضي على الفيل ده ساعتها ناخد الطفل عشوة لينا. ويمشيهم ويرجع ينام تاني. يصحوا من النوم ما يلاقوش الطفل. يدوروا عليه يلاقوه مع سيد واخده عند البنات. فيجي ماني ياخده منه يقول له انت بتعمل ايه. يقول له كنت باخد شاور. يرجع تاني يلاقي بدل البنات وحيد القرن اعدائه. فيجروا وراه ويمثل عليهم يجوا ويحطوا في بقه اكنه بياكله. يشوفوه ويمشوا. يصحى سيد يقول له خرجني يا ديجو. يقول له ماني خلاص خرجه من بقك يا ديجو. ويمشوا الفريق بيدور على اهل الواد. يشوف ماني السنجاب يساله انه شاف اي شخص مش من هنا ما يردش عليه ويهرب. يبص يلاقوا الجبل بينهار، والفريق بيدخل منطقة جليدية فيها فخاخ طبيعية كتير. وديجو بيساعدهم يعدوا منها بفضل مهاراته كصياد. ماني بيبدأ يشك في ديجو لكنه بيحس انه محتاجينه عشان يقدروا يكملوا الرحلة. وفجأة ما ياخدوش بالهم من التلج فبيتزحلقوا ويخبطوا في السجاب الغلبان ده تاني، ويقع أخيرا في نهاية الجبل. الفريق بيدخل مغارة مليانة رسومات على الجدران بتحكي قصة حياة الماموس. ماني بيتأثر لما بيشوف رسم فيه عيلته اللي راحت، ويفتكر عيلته اللي فقدها زمان بسبب الصيادين. ويبدأ يبقى الحنين على الطفل، وبيبدأ يفكر أكتر في قيمة الأسرة والصداقة. ديجو بيشوف التأثر ده ويبدأ يراجع نفسه ونواياه للطفل والفريق. ويظهر أبو الطفل ومعاه ديابة بتمشي يمكن يلاقوا أمل. فيجوا الناس اللي معاه يوصوه يقولوا مفيش أمل يلا نرجع. ولسه الفريق ماشيين يلاحظ سيد إن في حاجة سخنة تحت رجليه. فبيوصل لمنطقة خطرة مليانة جليد وحمم بركانية. فجأة بتفجر الحمم ويتكسر التلج. ديجو بيقع في مشكلة والتلج يبدأ يتكسر، وماني بيتدخل بسرعة وبيساعده. يحاول يقرب له زلمته على قد ما يقدر. فيمسك ديجو بيها ويزق ماني جوه التلج، والتلج ما بيستحملش تقل ماني. ويقع وفجأة بيطير بسبب الانفجار وينزل في التلج تاني. وده بيخلي ديجو يحس بأهمية الفريق أكتر، ويبدأ يظهر ندمه على النوايا الأولانية. ويقرر إنه يغير موقفه ويساعدهم بجد. فاهتف النمور إنهم يعملوا كمين للفيل عشان يعرفوا ياخدوا الطفل ويجهزوا الخطة.
بعد كده الفريق بيلاقي الكهف قديم فيه نار مولوعة، وبيقرروا يقعدوا يرتاحوا شوية. فالطفل بقى بيعرف يمشي واحدة واحدة. بيفرح سيد إنه بقى يمشي ويتكلم مع تيجو، إنه مبسوط إنه لقى أصحاب بالجدعانة دي. ودول هجدع صحاب اللي من الصغري، دول اللي يمشوا معاه دغري ولسه مقابلهم من ساعتين أصلا، ويناموا كلهم. يظهر السنجاب تاني جايب معاه البندق بتاعته متلجة جاي يسيحها في النار. وبعد كده الفريق بيوصل للمعسكر اللي فيه البشر، وبيجهزوا يرجعوا الطفل لأهله. يحس ديجو بتأنيب الضمير، يحذر ماني إن في نمور عاملين كمين ليك. يعرف إن هو عامل كده، يمسكه ويتخانق معاه، يقول له أنت عملت كده ليه؟ يرد عليه ما تخافش أنا هساعدكم، بس سيبني هروح. يروح عندهم ديجو، يقول لهم يلا جهزت العشاء، ويجي يهجموا على سيد معاه الطفل. يرموهولهم، يفتحوا ما يلاقوش الطفل، يلاقوا فخ ليه، ويضربهم ماني. ويجري سيد يطمن على الطفل، ويجي النمر وراه يضربه سيد وياخد الطفل ويجري. ويفضل ماني وديجو يضربوا النمور لحد ما يتصاب ديجو. يجي ماني وسيد يشوفوه يلاقوه اتصاب، ويقولوا لهم الوداع ويمشوا. ويظهر ابو الطفل والجماعه ماشيين، يحزن الراجل على ابنه ويسيب السلسله بتاعته في الارض. فيجي مان وسيد وراه، فيفتكر الراجل انه جاي يهجم عليه. يطلع له السهم يمسكه منه ويرميه، ويطلع ابنه ويديهوله. يجي الناس اللي معاه عشان يضربوه يوقفهم، ياخد ابنه. ويفرح الراجل انه اخيرا لقاه، ويديله السلسله كهديه ليه. ويودعوا مان وسيد وياخدوا ابوه ويمشي. ويجي ديجو ويطلع لسه حي، ويفرح الطفل ويودعه ديجو، ويودع الطفل ديجو ويمشي مع اهله. ويمشي الفريق مع بعض يتكلموا. ولسه السنجاب عايش ومعاه البندق بتاعه، بس بيظهر بعد 20,000 سنة، يعني في العصور الوسطى أو القديمة، لأنهم في عصر الجليد. وأنا مش الداح يعني عشان نتكلم في الحاجات دي. المهم يعني إن هو وصل، والبندق بتاعته بتضيع منه كالعادة. متنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس اللي جنبي ده عشان يوصلك كل الفيديوهات. واعمل لايك للفيديو ده عشان اللايك ده بيخلينا نكمل في المحتوى.